الإعلانات الخاصة بجميع شركات الإعلان في مصر اعتراضا على قرارات محافظ القاهرة. الكلام ده كان يوم الخميس والجمعة اللي فاتوا وكاميراتنا صورت. أنا بسأل بس السادة المسؤولين إيه أخبار التنسيق الحضري في المطرية والمرج وعين شمس؟ إيه أخبار الزبالة اللي موجودة في الشوارع؟ هل كل ده تم تنسيقه وتجميله ومبقاش فاضل غير الإعلانات عشان تزال؟ ده سؤالي الأول. وبعدين هل التنسيق الحضري والمصلحة العامة اللي بيتكلموا عليها تعني إهدار المال العام لبلد بتعاني من عجز في ميزان المدفوعات بتاعها أو عجز في الموازنة بتاعتها وبتعاني من الكساد ومن البطالة؟ هل المصلحة العامة بتعني تشريد العمالة وغلق استثمارات ب 3 مليار جنيه؟ هل دي المصلحة العامة؟ هو ده سؤالي الاولاني اللي انا بتوجه بيه للساده المسؤولين. بيقولوا بنزيل الاعلانات من على المباني التاريخيه والاثريه، في حين ان في اعلانات ازيلت من على مباني انشئت وتم بنايتها في سنه 80 وفي سنه 90. بيقولوا ما بنزلش الا الاعلانات من فوق المباني وبيزيلوا اعلانات من الشارع. المصلحه العامه اللي بيتكلموا عنها بتقتضي ان هيئه الطرق والكباري ترفض استلام ما يقرب من 200 مليون جنيه رسوم تراخيص بتضيع على الدوله في مقابل المصلحه العامه. ايه المصلحه العامه في ازاله الاعلانات على الطرق الصحراويه؟ في انذارات ارسلت للسيد رئيس الهيئه على يد محضر بشيكات رفض استلامها. دي فلوس دوله، دي فلوس بتضيع على الدوله. لصالح مين ده؟ هل دي المصلحه العامه؟ بيقولوا علينا احنا اصحاب المصلحه الماديه، كما لو اننا ناس مش من البلد دي، كما لو اننا مش مستثمرين. بتصنف شركات الدعايه والاعلان لدى مصلحه الضرائب تحت شريحه كبار الممولين. احنا